أجمل شيء في العالم هي الأم، كف الوالدة، هذا أجمل شيء. أصلا الدنيا بعد وفاة الأم تصبح بلا ألوان، الدنيا بعد وفاة الأم تصبح بلا ألوان. كل الأمور مصائبها تعوض، حتى الأخ حتى الابن، إلا الأم لا تعوض أبدا. كل الناس بمجرد أن تشكو لهم ما ينتابك، مجرد أن تذهب ينسى القوم، إلا الأم تذهب في الثلث الآخر تتوضأ وتسجد وتدعو لك بالتوفيق، ولا وفي الصباح تسأل عنك ماذا جرى معك. لا أحد في العالم يكترث بك كأمك، استحالة. لهذا إذا كانت أمك ما زالت حية فاغتنمها، فهي منجم من الحنان والعطف والبركة ومنجم الدعاء. كل العالم تقول له ادعو لي لا تنساني في ظهر الغيب، حتى إذا ذهبت أنت لمكة ابنك تقول له يا بني لا تنساني من دعائك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم غالياتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم بديتكم بمقطع عن الأم، نقول لكم ربي يحفظ كامل أمهاتنا إن شاء الله، واللي أماتهم يعني متوفين ربي إن شاء الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة إن شاء الله يا ربي. شوفوا البنات، هنا بديت شاركت معكم المقطع الاول تاع القطه وابنها، يعني شفتوا نفس اللقطه كانوا يديروا فيها يعني روعه. هذاك القط الصغير زاد هنا في الدار وراه متربي عندنا. هنا خرجت الصباح البنات شريت لي كرواسون وسخونين، شوفوا يهبلوا. قلت لا غنشارك معاهم فطور صباحي هكذا على السريع، برك طاوله سامبل يعني اليوميه، ماهيش حاجه اللي كلاس ولا حاجه خفيفه ظريفه. المهم اللمه، والمهم هذيك الصباح يعني الحلو وكلش. كما راكم تشوفوا حبيباتي هنايا يعني طلعت قهوه كحله الله الله. كاين اللي ما يحبش يعني يشرب قهوه حليب، انا ندير يعني قهوه حليب، ما نديرش حليب قهوه. هنا يعني وجدت صينيه مع صباح هكذا تلمينا عليها. اكيد كاين اللي يفطر، كاين اللي ما يفطرش، كل واحد وكيفاه. كاين اللي ما يشربش الحليب الصباح، كاين اللي يشرب جو ولا ياكل هكذا حاجه تاع ديفخوي، ولا كل واحد وش يحب. احنا يعني انا واحده من الناس كل ما نشربش قهوه حليب نعدل هذاك مخي، نعدل راسي، ما نقدرش يعني نبدا يعني صباحي. وشنو راني بديت يعني شوفوا المدمنين تاع القهوه اللي يتعبوا في رمضان، نقول لكم ابداو نقصوا من درك، ابداو نقصوا لا كونتيتي تاع القهوه باه في رمضان ما تتعبوش. وهنايا يعني امي تحب الحليب يكون سخون يغلي، يعني نعاود نسخنوا لها ونحطوا لها. من هذا المنبر نقول لها امي ربي يحفظك ان شاء الله، وربي يخليك تاج فوق راسنا يا رب. نتمنى لها يعني الشفاء العاجل. يعني البنات اطلبوا لها، يعني الامي اللي تحبني انا تحب امي وتطلب لها الشفاء ان شاء الله. ربي ان شاء الله يشفيها ويشفي كامل يعني الامه الاسلاميه يا رب. هنا البنات كما راكم تشوفوا جينا نشربوا الحليب. انا نحب لي كرواسون هذوك اللي يجيو فايتي، ما نحبش هذوك يعني البان دو سويس، ما نحبهمش البنات. نحب هذو يعني اللي يجيو بلا باس فايتي، يجيو يعني بنان وما تحسيش يعني تاكليه وما تحسيش. قد ما تاكليه ما تشبعيش. المهم هنا نفطر انا وميمتي، قال لك رانا شايخو، قال لي قلت لك جبت لكم اليوم البنات روتين هايل. جبت لكم مشتريات يعني قش خفيف برك تاع دار، مش حاجه. كاين روبا يعني تهبل يعني تاع عراس تاع لي دام هكا شويه كبار. ما حبيتش نشاركها باسكو حتى يعني تعقب المناسبه اللي راهي عندنا ونشاركها معكم. تاع امي يعني. هنا شوفوا البنات درت هذا الكروكي اللي يجيب بدون بيض، وراح نعطيكم رايي فيه بكل صراحه. شوفوا البنات هنا واش نحتاجو. حطيت كونتيتي تاع لافاني، حطيت لاروم تاع البندق، قرصه صغيره تاع الملح. شوفوا نقدروا نسميوه يعني سمحوا لي اصحاب القنوات اصحاب الوصفات سميوه كل شيء غير كروكي، باسكو الكروكي يعني تاعي بالبيض الله الله يجي هايل. هذا جاي يعني جاي يابس البنات. هنا درنا كيلو سكر، كيلو حليب، كيلو بيض. هو على بالنا بلي الكروكي يجي يعني شويه يقرمش، بصح مش للدرجه هذه. انا عن نفسي ما عجبنيش، ما جاش يعني كيما نقولوا خفيف هشيش. البيض يعني عنده دور كبير هنا، يعني هو معقول. شوفوا يجي الكو تاعو رايح لي قالت، ما يجيش رايح للكروكي. يا سيدي نخسر عليه 4 بيضات ب10,000 ولا ب8,000،
وندير حاجه مسقمه. ليسونسيال درنا تجربه وحبيت نشارك معكم الوصفه. قادر اللي تحب ذوق قلت لكم لي قالت ما نخدعش انا مشتركاتي، اللي تحب ذوق لي قالت يجي كيما لي قالت. قلت لكم لافاني، درت اي لاروم عندكم، انا حبيت يجي هكذا ماو شويه. قرصه ملح، درت كيله زيت، كيله حليب دافي باه يذوب السكر، كيله سكر، ودرت نص كيله نتاع نشا، ودرت يعني البنات الفارينه وكيسين من الخميره الكيميائيه، وتبداي تلمي فيه بالتدريج حتى يعني تتحصلي على الخليط هذاك. الكروكي ما يكونش يعني الخليط تاعو كيما نقولوا جيري بزاف، يابس بزاف عفوا، باش ما يجيناش يابس. المهم هذا الكروكي راسو نحاين وطفى عليه الفور وما حبش يمشي سفره باه طاب. ان البنات يعني كميه ضفت لها الكاكاو. من الافضل كي ديروا الكروكي هكذا بالطبقات، ولا يفضل يعني انك ديري الكاكاو النوار باه يعني تبان هذيك الطبقه. وهنا يعني شوفوا بالكش اللاوسات هذه كانت الوصفه تاعها ماهيش يعني مصوره مليح، ولا كان تليفون مازال جديد وكاليتي ديماج شويه يعني عيانه، حتى من بعد بهدلتها. من بعد البنات شوفوا نجيبوا كميه من العجينه هذيك اللي جايه يعني لا كولور تاعها عادي، اللي تحب ما ديرلهاش لاروم ما ديرلهاش، تخليها بيضاء. نحشيها بهذيك العجينه اللي تكون فيها الكاكاو، ونبدا يعني نشكل فيها. لازم تكون العجينه شويه طريه، راح تعبك بصح راح تحصلي على نتيجه تكون شويه مليحه، باسكو الكروكي لو كان يعني تيبسي العجينه بزاف راح تعبك من بعد، يعني مش راح تجيك حاجه كلاس ولا يجيك هذاك الكروكي يابس حطبه. وانا ما نحبش هذاك الكروكي يعني اللي يجي يابس بزاف، نحبه يجي طري. راكم شفتوا الكروكي اللي راني حاطات لكم من قبل في القناه، هذيك هي الوصفه اللي نعتمدها دائما في الكروكي، ما نبدلهاش. هنا برك يعني سيدي ديروا لنا كروكي بلا بيض، قلنا نجربوا. تجربه فاشله بكل صراحه. كنت نقول ما نقولش وليت قلت انا صريحه مع مشتركاتي نعطيهم الرسمي. هنا حطيت البنات شويه حليب وشويه زيت وشويه كاكاو بودر. اللي ما عندهاش كاكاو بودر تقدر دير شوكولا بودر تاع الحليب هذيك. نجيو هنا ندهنو هذاك السطح من فوق بهذاك الخليط باش زعما نديروا له بالفرشيطه ويجي شكله باهي. الوغ هنا ندهنوه ونخبجوه بالفرشيطه وندخلوه يطيب يعني في فرن يكون مسخن من قبل على درجه حراره 180 درجه، ونخليوه يطيب. هنايا هو مسكين طول في الفور وصرا فيه البطل. المهم والحاجه اكيد يعني الحاجه كي تقعد في الفور راهي تجي قانده، تجي يابسه كيما نقولوا. يعني البلاطو الثاني كي تريقل وكل شيء ما قنعنيش بكل صراحه. انا عطيتكم رايي فيه، وكاين ناس جربوه وعجبهم، وكل واحد المساله هذه تبقى مساله اذواق. كاين اللي تحب حاجه يابسه بزاف، وكاين اللي تحب القوت على قالات. انا نحبه بصح نحب قالات كي تكون شكلها قالات. لا علينا، المهم انا درت التجربه هذه وحبيت نشاركها معكم. هنا البنات لا تزيين لا والو، باسكو يعني ضوتو ما قنهنيش على كرت خليه كيما راهو، ما نزينو ما والو، يعني تكل الحمد لله ما طيش. حنا ما عندناش حاجه تطيش الحمد لله، منظمين رواحنا. قليل 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 وين تطيش الحاجه. كي تكوني منظمه روحك ومنسقه امورك ما كيش راح تطيشي. الحمد لله ماناش نطيشوا الماكله، رانا يعني محافظين على كلش. النعمه راهي بالسيبه راهي تجي، يعني الواحد ما يجي يجيبها غير بالسيف يبا يحافظ عليها ويطيب لا كونتيتي قليله وعلى بالو واش يخرج على دارو وولادو. هنا حبيباتي جبت لكم البلو غوا، جبت لكم لا كولور الملكيه، وجبنا البوردو. هذه راح البنات في الكرونه في البوردو، المهم بين هذا اللونين. وجيت نهضر لكم على هذا يعني الزيت تاع جوز الهند. روعه البنات. شوفوا انا نستعملو للشعر تاعي الشوفو، ونستعملو كترطيب لليدين. هايل يا البنات، ما تحتاجي حتى حاجه ترطبي بها. تلقاوه في الكوسميتيك ان شاء الله. هذا زيت جوز الهند طبيعي 100%. شوفوا حبيباتي، اذا ما لقيتوهش هاو ديروا كابتير على لا مارك تاعو. اذا ما لقيتوهش هاو رقم الهاتف تاعهم هنا، غني بالفيتامين او. اذا ما لقيتوهش هاو الرقم تاع الهاتف، اطلبوهم يقولوا لكم من رايحين تلقاو هذا الزيت في لي كوسميتيك. راح يعطيكم شنو كوسميتيك راح تلقاو عنده. هذوك لي غوب يعني شريت انا وماما نلبسوا مع بعضنا البنات، وشريت هذه ليا. قلت نشري مادامنا مربين قط نشري ثاني تاع القطوطه.
هنا شوفوا حبيباتي لا كولور تاعها جايه في الغوز، جايه غوز بيبي في الفوشيا، يعني الكاميرا ما عطاتهاش حقها بكل صراحه. لا كولور تاعها يعني ما جاتش كيما شوفوا كي تشوفوا الصوره الرسميه تاع الفيديو راح تلقاو يعني هنا كنت يعني كملت شغلي، درت الدوش الوغ ستيكيت الحاله، جبت يعني شويه بارفان، شويه خداع المؤمنين اكيد يعني. والزيت هذا قلت لكم ما نستغناش عليه، هذه هي الباطا دوزيام اللي راهي عندي بعد تجربه اكيد. قلت ننصحكم به وعلاش لا. هذه البنات لاغوب هذه جايه يعني قصيره، شريتها 65 برك، يعني خفيفه البنات ماهيش خشينه اللي تعود ما عندهاش كيما نقولوا سخانه في دارها غير ما كان. واذا شراتها تخليها للربيع. شريتها من عند امتياش العلمه اللي راه اون فاس المكتبه لورانج معروف يعني، وروزا راهي يعني الحمد لله مكفيه وموفيه، يعني الحوانت كامل راهي تبارطاجي فيهم. كيما راكم تشوفوا البنات انا حطيت معها البوندانه هذيك ولبست معاها اكيد ما خليتهاش هكذاك، لبست معاها فيزو في النوار وبابوش، يعني هذا ما شريتوش كان هديه في النوار. شوفوا شحال كيوت وباهي روعه. هنا هذا هو الفيديو تاع اليوم. المهم جيت طليت على حباباتي اللي توحشوني ونقول لكم نحبكم. في الاخير حبيباتي ما تبخلونيش بجام الفيديو هذا اذا عجبكم. هذه البنات شريتها من قبل راني صورتها معكم، حبيت نصورها معكم، راني لابستها يعني هايله البنات تدفي ما شاء الله. في الاخير نتهلاو لي في رواحكم حبيباتي، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تبخلونيش بالجام وتعليقاتكم الحلوه بارطاج مع كامل الناس اللي تعرفوهم، واللي ماهيش مشتركه نقول لك حبيبتي ما عليك غير تخلينا اشتراك تدعمينا به. والوصفه الجايه راح تكون شطيطه اللحم بالحمص، خليت لكم الصوره تاعها هنايا. مع الف سلامه حبيباتي، نتهلاو لي في رواحكم، نحبكم كامل يا ربي. ربي ان شاء الله يحفظكم وربي يدوم محبتنا.